سمعتوا بهذا الكروكي اللي كمل قرايته؟ هذا هو بالذات والصفات جبتوكم بطريقه بزاف سهله ويجي بنين ويذوب ذوبان. ديروا حفظ لا فيديو ونروحوا نديروه مع بعض. هنا في ريسيبيون حطيت 2 حبات بيض، ضفت عليهم رشه تاع الملح ونص كاس سكر، خلطتهم مليح حتى نحسوا هذاك السكر بدا يذوب وتقدروا تستعملوا الباتور. بعدها ضفت عليهم نص كاس تاع الزيت، تضيفوه تدريجيا مع التحريك المستمر. بعدها ضفت عليهم مرف صغيره لافاني وضفت الفارينه وباكي خميره كيميائيه ووزن 10 غرام، ونبقاو نضيفوا الفارينه تدريجيا حتى نتحصل العجينه تكون طريه وتتلاصق شويه في اليد كما راكم تشوفوا. خلوها ترتاح حوالي 5 دقائق. بعدها هنايا كنت جبت المول الاسطوري دهنته بشويه تاع الزيت ودرت نصف الكميه تاع العجينه هكذا في القاعده، نسولها السطح بمغرفه تكون صغيره. بعدها درت طبقه من الكراميل اللي كنت ذوبتها في الميكرووند هكذا باش يسهل علينا ان نمشوها بهذه الطريقه على كامل العجينه تاعنا. بعدها نروحوا للقسم الثاني من العجينه، نفتحوه على بابي كويسون يعني نعطوه للشكل تاع المول الاسطوري، ونجو نديروه مباشره على المول بهذه الطريقه. واذا كانت كاينه زياده جيبوا مغرفه صغيره وساووا لها سطح بهذه الطريقه، وندوه للفوق يطيب على 180 درجه حتى يتحمر لنا من التحت. بعدها نشعلوا له من الفوق يدينا تحميره خفيفه وهكذا يكون معنا واجد. نخلوه حتى يبرد تماما. بعدها كنت ذوبت شوكولا اولي في الميكرووند وضفت لها كميه قليله تاع الزيت هكذا باش الشوكولا تاعنا تبقى لنا طريه كي ناكلوها، وزينتها بخطوط من العجين حتى يبرد تماما. بعدها نقسموه بهذه الطريقه. انا هنايا كنت سخنت الموس مره على مره باش تقطيعه تاعنا تجينا شابه وما يفسدلناش الشكل. وهكذا الوصفه تاعنا راهي واجده، جا بزاف هايل مع واحد لاباط تجي تذوب ذوبان. ما عليا غير نقول لكم جربوا هذه الوصفه، اكيد راكم رايحين تحبوها وتعتمدوها. وهذيك الكراميل زادت له بنه على بنه، يعني ما تستغناوش عليها. كانت هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بدعمكم بلايكاتكم هكذا تشجعوني ان نزيد نحط لكم وصفات اكثر. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.